وما دمنا مع الكلمة وأربابها فلا يفوتنا أن نرحب بمعالي المستشار وليد الفولي رئيس شرف المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين. بداية بشكر كل السادة الحضور اللي منورينا النهاردة واجتمعوا معانا في هذا الجامع الطيب اللي صعب ان هو يتكرر، وصعب ان في ناس نقدر نوفرهم يتفق عليهم الجميع. الفكرة الطيبة الجميلة ديت اجتمع فيها 3 أعمدة. اسمحوا لي ان انا احدي نبذة مختصرة عن كل عمود فيهم ونعطي كل ذي قدر قدره. يعني الغربية نيوز طبعا مجموعة من الشباب المحترمين جدا، خلف الكواليس اكتر من يمكن 40 أو 50 شخص، كلهم شباب في العقد 20 و30. هدفهم كان هدف طيب اتعرض عليا، ان هم عايزين يظهروا في السوشيال وفي الاعلام باخبار صح، لان احنا في الفتره اللي فاتت دي كل الافكار اللي بنشوفها على السوشيال وعلى الاعلام للاسف بنشوف لوجهات كبيره جدا في مجال الاعلام، ولكن تحتيها عناوين ما ينفعش ان احنا نشوفها. انت شوجري حديده اخر واحد اللي كان طالع ما شاء الله منور الشاشه. كل الافكار دي لما شفناها وعرضوا ان احنا نعمل مهرجان لتكريم شخصيه العام، وبعد السي في بتاعهم المشرف اللي بقاله فتره قريبه بينزل اخبار وبيتناول كل حاجه بمهنيه وحرفيه، تاكدنا 100% ان الشباب دول وراهم فكره لازم ندعمها، وهو ده اللي احنا بدأناه النهارده في فكره مهرجان شخصيه العام. انا بحييهم جدا الشباب الجميل، اسقف لهم بعد اذنكم سقفه حلوه. بس الضلع الثاني طبعا النائب الكبير محمد عريبي، اللي اول ما اتعرضت عليه الفكره من الشباب قرر ان هو يكون داعم ليه ومعانا في نفس المجال، واكرمنا بحضوره مع كل النواب اللي شرفونا النهارده وبيدعموا هذه الفكره الطيبه الجميله. الشخص الثاني الضيف اللي كرمنا النهارده بحضور دكتور رؤوف العبد ومستر سامح، بوجه الشكر الخالص ليهم لاستضافتهم في المكان الجميل دوت. خالص تحياتي لحضراتكم. الساده الحضور وهم الضلع الاخير، مش هعرف اثني الشكر على كل واحد موجود، ولكن ما دام اجتمع الراي على وجود حضراتكم في هذا الجمع الطيب، يبقى اذا احنا نستاهل ان احنا نشوف حضراتكم، وكل شخص موجود في مكانه او في عمله او في مركزه اكيد ما وصلش للمركز او للمكان ده بسهوله، لا بالعكس هو اجتهد وعمل. لن اطيل على حضراتكم، ولكن احب اختم كلمتي بان انا اقول العمل مرتبط بالبقاء. اعمل واجتهد حتى ايه؟ اعمل واجتهد حتى تشعر بالبقاء. شكرا لحضراتكم جميعا.